تكونوا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم عليه سلاما تاما، على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، حق قدره ومقداره العظيم. صل على الحبيب قلبك يطيب. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في الكورة. طبعا كولر مصر يزعل جماهير الاهلي، مصر استبعاد علي معلول وخالد عبد الفتاح من قائمة الاهلي من مواجهة سان داونز اللي هي يوم السبت اللي جاي الساعة 3. طبعا الناحية الشمال ما فيهاش حد، هو بقى هيستعين بقى ايه بلعيبة ايه تانية بيلعبوا يمين، بيلعبوا في النص، هيلعبهم ناحية الشمال. استبعد جهاز الفني فريق الاهلي قيادة مارسيل كولر علي معلول من قائمة المباراة. تمام. وحل الاهلي ضيفا في الثالثة زي ما قلنا. قرر علي انه خالد عبد الفتاح من قائمة الفريق والرحلة مسافرة الى ايه جنوب افريقيا. يعاني الاهلي من مركز ظهر بعد تعرض اصابة يحيى عطية الله وكريم الدبيس من الاصابة. حسم فريق الاهلي تأهله خلاص والفوز على الهلال ذهابا وايابا. سان داونز برضو طلع ايه الترجي التونسي. الذهاب يوم السبت والعودة يوم الجمعة ان شاء الله الساعة 7 مساء. تمام. هيلعب هو بقى بمين مش مين لسه هنشوف، اللي هو الافتكاسات بتاعة كولر ونشوف هيعمل ايه. طبعا الطيارة وهي مسافرة المفروض في طيارة خاصة كانت هتاخد الأهلي رايحة جنوب أفريقيا، فالطيارة دي فوجئوا إن التصريح بتاع لازم قبول الهبوط هناك جنوب أفريقيا تعمل موافقة، فالموافقة دي اتأخرت، فقال لك كان في طيارة تانية رايحة جنوب أفريقيا. طبعا مصر الطيارة دي كانت فاضية. تمام. حطوا الشنط وشالوها ودوها الطيارة دي، وهم بودوا الشنط جابت الموافقة بتاعت الطيارة الخاصة، راح شايلين الشنط تاني وراجعين على الطيارة اللي هي الخاصة. وهو الموضوع ده آخر كان الطيارة المفروض الخاصة تنطلق 10:40 ماشي، هو زمانهم وصلوا إيه دلوقتي. طبعا إيه تأخر سفر بعثة النادي الأهلي هو بعدم حصول طائرة الأهلي الخاصة على إذن الهبوط في جنوب أفريقيا. تمام. وزي ما إيه قلنا مقرر سفر البعثة ماشي إيه مساء إيه الثلاثاء اللي هو مساء الأمس. تمام. نفس الكلام. طبعا ميدو بقى قال لك حقيقة التفاوض مع شريف وموقف زيزو وناصر ماهر والسعيد. طبعا تحدث احمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن حقيقة التفاوض مع محمد شريف وموقف النادي من احمد زيزو. كشف ميدو موقف ناصر ماهر بعد ازمته الاخيرة وجديد مفاوضات عبد الله السعيد للتجديد. لدينا فريق محترم ولاعبون يقاتلون رغم الظروف الصعبة هذا الموسم، ولا أصح على الإطراق خروج بعض اللاعبين عن تغيير شامل ونقل الحفاظ على الفريق إنه نمتلك لاعبين مميزين. حد من اللاعبين طلع قال إن الفريق كله هيتغير وهيمشي آخر الموسم وهيجيبوا فريق جديد. وشدد إن احنا في مرحلة مهمة من الموسم نحتاج للتركيز، ونتمنى من السادة الإعلاميين تحري الدقة خاصة فيما يخص أخبار نادي الزمالك، وعيب نسمع محاولات تشتيت الفريق ونحن لن نقبل ذلك. أما عن تعاقد مع شريف أوضح أسمع مثل الجماهير وجود تواصل بين الزمالك ومحمد شريف، بالتأكيد نحضر للموسم الجديد وحصر احتياجاتنا، لكن لم يحدث أي تفاوض مع اللاعب رغم أننا نكون له كل احترام وتقدير لمحمد شريف. نحن نتعاقد مع لاعبين بالأسماء أو مجرد ترشيحهم من شخص أو مشاهدة فيديو لهم، لكن نبحث بشكل جيد ومحترف ثم نقدم توصية لمجلس الإدارة.
عن جديد أزمة زيزو. زيزو طبعا عامل فيهم بلاغ إن هو إيه الصورة بتاعته اتقطعت واترمت وداسوا عليها ومش عارف إيه، وخايف إنه يروح التدريب لا يتضرب ولا حاجة من دي. تمام. وهو بقى ميدو بيقول زيزو منقطع التدريب وهيبقى تغريمه والحاجات دي حسب القانون. لا يوجد أي حديث مع زيزو بشكل التجديد، وكما أعلن الزمالك في بيانه تم غلق هذا الملف لأن اللاعب اختار الرحيل عن النادي من الباب الصغير. ناصر ماهر الأخيرة أجاب ميدو ولا اللاعب المميز ويمكن أن يكون إضافة كبيرة لفريق. اللاعب وجه بعد ما تعرض للإصابة ثم حصل على بطاقة حمراء ومقام من الأهلي، ومشكلته تم احتوائها بشكل جيد من حسين لبيب رئيس النادي عقب تطبيق اللائحة. طالب ناصر ماهر بالتركيز وضرورة أن يكون له دور في المباريات المقبلة. غير صحيح تحدث عبد الله السعيد معنا في امور ماليه من اجل التجديد. عبد الله نموذج لكل اللاعبين الشباب بسبب انه ملتزم بصوره كبيره، ونتمنى استمراره في الزمالك حتى نهايه مشواره. لا يوجد تفكير في الرحيل بسيره. جمهور الزمالك يجب لديه وعي كبير من عايز يوقعنا عشان التصريحات. طبعا الزمالك هيلاعب سموحه النهارده ان شاء الله في كاس العاصمه. المصري أعلن غياب صلاح محسن لمدة أسبوعين بسبب الإصابة. ده كان غياب صلاح محسن مهاجم فريق المصري لمدة أسبوعين بسبب إصابته بالتواء في مفصل الكاحل. وأثبت الفحوصات الطبية التي خضع لها صلاح محسن إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في مفصل الكاحل، وحذر تغييب الإصابة خلال مواجهة المصري الأخيرة من بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثانية. طبعا المصري كسب بتروجيت ب4 أهداف دون مقابل. ماشي. امبارح كان في برشلونة وبروسيا دورتموند، وبروسيا دورتموند كان مغلوب الماتش الأولاني 4-0. كان المفروض الريمونتادا بتاعته يا إما يكسب 4-0 لا اما يعني اكتر من كده. هو امبارح اتغلب 3-1 كسب 3-1. برشلونة اتغلب 3-1 هو جاب جون فبقت النتيجة كده 5-3. كمان في النهارده يا جماعة رومونتادا جامدة جدا. هيلعب طبعا ريال مدريد النهارده هيلاعب ارسنال. طيب وارسنال كانت كسبانه 3-0، فعشان امبابي يعمل الموضوع ده فهيبقى ياخد الكلاسيكو بشكل طبيعي. يخاف من امبابي مباراه وحيده بعد الطرد المباشر. ياخد كلام امبابي مواجهه الكلاسيكو امام برشلونه بعدما كان مهددا عقب تعرضه للطرد امام الفيس في الدوري. وطرد كيليان امبابي لاعب ريال مدريد في 38 بشكل مباشر بعد تدخل عنيف، وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو الفيس بهدف دون رد في مباراة القمة على الملعب الأخير بالجولة 31 من الدوري الأسباني. وأسفرت عقوبة إيقاف كيليان امبابي مباراة واحدة فقط بعد الطرد أمام الفيس، وذلك يغيب امبابي عن مواجهة أتلتيكو بيلباو في الدوري ومقرر لها يوم 20 إبريل. كان هناك تخوف من إيقاف امبابي 3 مباريات وبالتالي غيابه عن نهائي كأس الملك أمام برشلونة. واعتبر امبابي ثاني مهاجم لازم يحصل على بطاقة حمراء في الشوط الأول خلال المباراة في بطولة الإسباني في القرن 21 بعد رود فان نيستلروي عندما طرد ضد أتلتيكو مدريد عام 2008. عاد ريال مدريد الانتصارات بعد الخسارة في المباراتين ضد فالنسيا وأرسنال، وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 66 وصفت جدول الترتيب الدوري، وابتعد بفارق 4 نقاط على برشلونة، وتوقف رصيد ألفيس عند النقطة 30 في المركز 17. طبعا النهاردة ماتش ولا أروع. ريال مدريد مع أرسنال كسبان 3-0، فريال مدريد لما يجيب 3-0 لما يجيب 4، فالماتش هيبقى قمة المتعة والإثارة. طبعا هنشوف المباريات نتائج المباريات بتاعت أمس عشان برضو كان فيها نتائج مهمة. دوري أبطال أوروبا برشلونة قلنا اتغلب من دورتموند 3-1. طبعا بس برشلونة اللي صعب. تمام. أستون فيلا كسب باريس سان جيرمان 3-2، بس باريس سان جيرمان هو اللي صعب.
تمام بمجموع المباراتين. آه شباب بوليسداد كسب مولودية 1-0. اتحاد العاصمة كسب اتحاد الحراش برضه في كأس الجزائر 1-0. النهاردة بقى في ماتشات مهمة جدا. زي ما قلنا طبعا هنقول الدوري المصري وكأس العاصمة. كأس العاصمة سموحة والزمالك. سموحة والزمالك الساعة 4، والإسماعيلي والاتحاد السكندري الساعة 7. طبعا ناجي حكما مباراة سموحة والزمالك، والحنفي محمد الحنفي صديق العزيز للإسماعيلي والاتحاد. أعلن اتحاد كرة العين أحمد ناجي حكم مباراة سموحة والزمالك في الجولة الرابعة والأخيرة من المجموعة الأولى بطولة كأس عاصمة مصر، ضيفا على سموحة في تمام الساعة 4 عصرا، وعاونه إبراهيم السوداني وحاتم علاء، فيما يتواجد سيد شعبان حكما رابعا، وعلى الفيديو محمد يوسف وعونه هاني خيري. مباراة أخرى يدير محمد عادل مباراة الجونة أمام مودرن سبورت في الوقت الذاتي على الملعب خالد بشارة، ويعاونه عادل حكمي الراية محمود عامر وعلاء عبد الباسط، فيما يتواجد حكم ربيع حسني سلطان. تقديم الفيديو مصطفى الشهدي وعاونه عمرو عابدين. وتتنافس فريق مودرن سبورت 4 نقاط والجونة 4 نقاط والزمالك نقطتين على حجز المقعد الثاني في المجموعة. فيما فقد سموحة أماله في التأهل وعبور دور الجماعة. الزمالك يحتاج للفوز أمام سموحة بفارق هدفين بشرط تعادل مودرن والجونة ليتأهل الفريق الأبيض كسائر المجموعة، بما حسب بتروجيت الصعود التي تضم 5 فرق. طبعا المجموعة الرابعة يديرها المباراة الإسماعيلي والاتحاد الصديق العزيز محمد حنفي، وعاونه مصطفى عطية محمد مصطفى إسماعيل، وحكم الرابع مصطفى عثمان، وعلى الفيديو الفار محمد عبد العزيز، وحكم مساعد الفيديو شهاب راشد. يدير في الوقت ذاته يدير محمد سلامة مباراة حرس الحدود وبيراميدز على ملعب الماكس، وعاونه سلامة وبعدين صالح محمد ووليد عبد اللطيف اللي حكم الرابع محمد إبراهيم الدسوقي. طبعا انتوا عارفين ريال مدريد هيلاعب ارسنال الساعة 9، انتر وهيلاعب باير ميونخ، حرس الحدود مع بيراميدز الساعة 7، الجونة ومودرن سبورت الساعة 4 في وقت الزمالك، نيوكاسل وكريستال بالاس الساعة 8:30، حرس الوطني والهلال في الدوري الموريتاني 7:30، طبعا الهلال السوداني اللي هو بيلعب في الدوري الموريتاني. كل سنة وانتم طيبين، وصلى على حبيب قلبك يطيب، ونشوف ان شاء الله ننتظر مفاجآت كولر. يلا صلى على الحبيب قلبك يطيب.